سلام سلام الزينات، كي راكم حباباتي؟ ان شاء الله تكونوا غاية، ان شاء الله تكونوا بخير، تكون شريت الفيديو اللي طلبتوه بكثره، اللي هو كنت قلت له حط لنا فيديو على الاير فراير. ما كنت حطيتها في قناه القديمه، مي معليش عاود صورت لكم مواصفات باش الاخوات الجدد يستفادوا. كيفاش تستعملوها اول مره، شنو نقدروا نطيبوا فيها، الوصفات المالحين الحلوين. وعلى بال الهضره اللي بزاف سمعتيها، اللي هي اخطيك منها اتونسيو تشريها غير خساره دراهمها، ما عندها حتى فايده، راهي غير فوق البوطاجي تاعي البلاص. دونك لا كي مهتمه بهذا الموضوع تاع الاير فراير، نقول لك اقعدي في لا فيديو، غادي تستفادي منه وغادي تدي فكره، وهنا توصلي للمرحله تاع تشري ولا ما تشريهاش، تستفادي منها ولا ما تستفاديش منها. دونك عجبكم لا فيديو خلوا لي جنب. معكم هنا لا فيديو الشيرات بالوصفات اللي كنت درتها. كما انا كما شفتوا كنت درت بها المضلوع، قليت فيها البطاطا. انا شوفوا جيت نبارطاجي معاكم انا شدت بها الاستعمال. شوفوا درت بها بزاف من الفيديو، لو كان حطيتها لكم غادي يجي طويل. المهم جيت نعطيكم غير هكا حاجه خفاف، باسكو ديجا الفيديو كنت درته قديم، وتما غير من عاود صورت هكا عاود حطيت لكم. اهم حاجه الناس اللي يبغوا الفلفله مشويه والحميص والخضره بشويها بارفي، سواء ديري بخه تاع زيت، رشه تاع زيت، سينو تقدي كاع ما ديريهاش. شوف الفلفله كي تشوى فيها، الفلفله، الدنجال، الطوماطيس، وتاع فيت في الشيرات تاع ليهلي. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا بروغرام تاع الفلفله ولا تاع الخضره، انا نديرها في البروغرام تاع البطاطا. بالنسبه للاخوات اسكو نشوها ما نشوهاش، شوفوا انا بعد اللي جربتها واستخدمتها صراحه نفعتني بزاف ونستعملها استعمال يومي. الحاجه الاولى فيها اكل صحي. شوفوا انا كنت درت كونتيتي الاولى، زدت كونتيتي الزاوجه. ما فيهاش الزيت. الحاجه الزاوجه تنقص عليك الوقاف، ستادير ديريها تخليها طيب، تريقي لها الدرجه تاعها والوقت، وتقدري تخرجي كاع وتخليها كي تكمل تطفى وحدها عادي. الحاجه الثانيه الشيرات تنقص عليك الوسخ والمواعين تاع الطياب، هذاك الزيت اللي يقعد يطير في لابلاك ولا في الكويزينيير في الفايونس والمواعين بزاف، هذه لا ديري غير فيها. من بعد تغسلي غير هذاك لو باك تاعها. سينو انا كنت دايرت له لي مول تاعه تاع السيليكون، تغسلي غير المول تاع السيليكون. شوفوا كنت وريتكم الفلفله كيفاش خرجت. هنا ثاني الشيرات درت بها المادلام ولا لي كاب كيك ولا كل واحد وكيقول له. تاني جاو بسم الله ما شاء الله. طريقه فقط الشيرات اللي هي ديري اي وصفه عندك، كيما هنا كنت بارطاجيت معكم هاد الوصفه راهي موضحه في لا فيديو. انت اي وصفه راكي محتاجه تقدري ديريها. الحاجه فقط اللي ديريها في الاير فراير اللي هي كي ديرهم يطيبوا، ديري في هذاك الاخر تاعها القجر تاعها، ديري حوالي كاس تاع ما، ودخلي ليمون تاوعك وخليهم يطيبوا. كما انا هنايا عندي البروغرام تاع الكاب كيك. شوفوا يجي فيها تاع البطاطا، يجي فيها تاع الكروفيت، تاع الحوت، تاع الدجاج، تاع اللحم، مهم تاع المايس، تاع البيتزا، تاع التوست. تاني هكا بروغرام واحد اخر انا نحكي لكم على هذه اللي عندي. بروغرام واحد اخر تاني تتحكمي في الوقت وفي في الوقت وفي الدرجه. كاين تاني بروغرام تاع التجفيف. العام اللي فات كنت بارطاجيت معكم في القناه القديمه، كنت جففت فيها الثوم، خدمته بودره، البصل تاني كيف كيف بارطاجيتها معاكم، القزبر، النعناع، المعدنوس، كنت كاع جففتهم فيها وبارطاجيت معاكم كيفاش خرجوا وصبتهم كل حسنه. وليت جوجيست نجبد وندير سيرتو الشيرات نهار ما يكونش عندي ثوم ولا ما يكونش عندي القزبر، ولا ندير غير هذيك رشه كيما هكا، الماكله تجي بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للماركات الشيرات كاين بزاف. انا صراحه لو كان عندي الشيرات كنت نشري، كانت في خاطري لا مارك المانيه سيلفر كريست. شاول الشيرات غاليه دايره من 3 ملايين وطلع. انا بيسكي كان عندي مبلغ محدود، كانت عندي 1,5 مليون، تما شريت غير تاع البلاد ميلتي سمارت. شوفوا الشات كاين تاع 4 لتر، تاع 6 لتر، كاين تاع 10 لتر. هي ماذا بكم تكبروا خير باش طيبي خطره واحده، ومنه وقدام كي تكبر العائله ثاني تسيبيها. سنو اللي يكونوا عائله كبيره ديري خطره واحده ما تضليش ديري وتعاودي. مي انا تالمو عندي الكوزينه صغيره ولو بلون دو طرافاي تاعي صغير، تسمى جبت صغيره. هي كنت باغي نجيب 4 لتر، مي كي حليتها وشفتها من الداخل ما ترفد والو. ترفد يا ربي حبه فلفله وحبه طماطيس صغيره، تسمى ما تما نقعد نطيب ونعاود فيها شحال من مره. دونك شادرت جبت تاع 6 لتر،
سيرتخ مليحة، ماشي كبيرة وماشي صغيرة حتى البوطاجي تاعي. ملي تبغي حاجة مليحة تاع الدوام ننصحكم بديريتخ، راه كاين بزاف ماركات، كاين نينجا، كاين سوناشي، سوا تاع الخارج بيان سور باينين بلي قاع ملاح. مي انا نهضر لكم على هذه ميلتي سمارت تاع البلاد، صراحة صدقت لي ما شاء الله. راهي عندي الشيرات في عامين، طيبت فيها كلشي، درت فيها المالح، درت فيها الحلو، خرجت لي ما شاء الله، مساعدتني دراعي اليمن. نزيد تاني شريت حاجه واحده اخرى ناكد لكم عليها. آه هي ماشي غير طيبوا فيها، تقدروا تاني الشيرات تما هذه تستخدموها 3 حاجات. تقدري ديريها تستخدميها فريتاز للقلي، ولا تقلي لك بلا زيت، ديري فقط رشات، هي البخاخه تاعها سبيسيال تاعها، رشات من الزيت. وتقدري تستغني على الزيت، الناس اللي ما تبغيش دير الزيت تقدر تستغنى على الزيت. وحاجه الزوجه تخدم الخدمه تاع الكوشه، ستادير طيب لك وتحمر لك. والخدمه الثالثه خدمه الميكرووند، تقدري تحمي فيها اي حاجه تجي في بالك، بغرير، مسمن، مطلوع، خبز، كرواسون، بان شوكو، بيتزا، خبز التوست، اي حاجه تبغي تحميها فيها. حاجه واحده اخرى ثاني كنت بارطاجيتها معكم في الفيديو القديم، ندوب فيها الشيره ثاني الشوكولا ثاني، غير تدخلوها الدوب تاع فيت في تاع ليه ما تشدلكش كاع الوقت، تمتم تدوبلك. الحاجه تاني اللي شابه فيها الشيرات هي تحمصي فيها المكسرات، بسم الله ما شاء الله، لوز ولا كاوكاو، ديروه على الدرجه تاعه. لكم مهتمات نعاود نحط لكم لا فيديو. شوفوا يتحمص بواحد الطريقه ما شاء الله، يتحمص كاع سواسوا، خير ملي ديريه في طاجين وتقعدي واقفه عليه. بس كي ديريه في طاجين لازم نار قليله، ولازم تعسيه وتقعدي غير تقلبي فيه. هنا لا الشيره ديري له النظام تاعه وتخليه مده، تعاودي تحركيه غير شويه تولي له تلقيه كاع طايب، وتمتم تطحنيه باسكو يطيب بواحد الطريقه بزاف شابه. الاخوات بالنسبه للبطاطا كاين اللي بزاف يقولك درت فيها كلشي، بصح البطاطا تاعها ما عجبتني. شوفوا الشيرات، البطاطا ديجا راه فيها نوعيات وراهي كونجلي بزاف. دي فوا البطاطا في المقله تقليها وما تجيك شابه، قولي اسكو الشيرات راني نيشان ولا راني غالطه. البطاطا الشيرات كاينه البيضه وكاينه الحمراء، نتوما كي تقلوا جربوا، اقلي وجربي. اللي شتيها جاتك فيها شابه وجاتك طريه وطابت لك غايه، ولي توجور كي تشري طيبي من هذيك النوعيه. شتي هذيك ما جاتك شابه، بدلي النوعيه، لو كنت درتي حمراء ديري بيضه، لو كنت درتي بيضه ديري حمراء. باسكو هي كي تكون نوعيه تاع البطاطا شابه، البطاطا تجيك شابه فيها. انا الشيرات شوفوا كنت قطعتها عادي، الشيرات كان لي يديرها في الماء تغلى من بعد يقلعها، كان لي يفورها. لا الشيرات انا كي نديرها هكا تما ما توليش بطاطا مقليه، ما توليش لي فغيت. انا الشيرات شندير لها، نقضبها عادي، نقشرها عادي، نغسلها بالماء، نخليها جوست تكثر شويه من هذاك الماء، من بعد نملحها ونديرها في الاير فراير تاعي، وندير لها رشات من الزيت، نرش لها وندخلها طيب. من بعد هي تولي تصوني باش تحركيها، نعاود نحركها في المره الزوجه. كي نعاود نحركها نعاود ندير لها رشات من الزيت باش تجي طايبه كاع سواسوه. رشات يا ربي 2 مخارف 3 مخارف، وخليها طيب. من بعد مرة على مرة حركيها باش طيب لك من كاع لي كوتي. من بعد تطفى وحدها في النظام تاعها. سينو تقعدي نتيا ترقبي عليها كنتي مبتدئه ما تعرف، باسكو من بعد كي توالفيها شويه طيبيها صافي تعرفي لها العفسه تاعها. وشوفوا الشيرات كي طيب الطريه، طيب حمراء، بسم الله ما شاء الله. سيرتو الناس اللي الزيت يضرهم يبغوا حاجه صحيه، انا ننصحكم بزاف بها باسكو تنقص عليكم مصرف تاع الزيت، وتاني على جال صحتكم. اللحم تاني الشيرات كيما تبغوا ديروه خضر يطيب فيها يجي طري ويجي شباب. سينو كيما هنايا انا نكتب معايا كنت درت هنا دجاجه خضراء وطابت فيها، وانا كنت درت مرقه تاع جلبان، وهذاك اللحم بعد ما طاب درته فيها غير باش ياخذ لي تحميره. هنا شوفوا الشيت، كل ما نصور وصفه كل ما نطيب وصفه نصورها، من بعد لميتهم لكم كاع في فيديو واحده ودرت لكم فيديو باش تستفادوا خواتاتي. انا تاني كيف الشيرات درت فيها المطلوع تاني يجي بسم الله ما شاء الله، طاب ما شاء الله. سيختو الناس اللي يبغوا المطلوع داك اللي يجي خفيف وهشيش ويجي كي شغل من الداخل خاوي، ما يبغوش يجي فيه داك العجين. ننصحكم طيبوا فيها يجيكم بسم الله ما شاء الله. حاجه واحده اخرى مهمه الشيرات، اللي هي كي تبداو طيبوا فيها الشيرات ماذا بكم نزوها على الحيط، ما تخلوهاش لاصقه في الحيط، بس هي تخدم بالهواء، تدخل هواء بارد وداك الهواء الداخلي يولي حامي طيب به، باش في الكفه تاعها تصيب من تعاود تخرج الهواء، تسمى تدخل الهواء وتخرج الهواء. باسكو لو كانت تلصقوها في الحيط غادي شويه تغبنوها ودير لكم لا فابور في الفايونس تاعكم وفيها هي. دونك جبدوها شويه باش الهواء يدخل ويخرج وطيب لكم بكل اريحيه.
حاجة واحدة أخرى بالنسبة للناس يقولي كيفاش تنقيها وكاع، الشيرات تقدروا ديروا فيها بابي كويسون تنقصوه جيست على حسابها، سينو تشرو بابي كويسون سبيسيالمون تاعها كيما اللي كنت درت فيه أنايا هنايا. شغل أنا هنا الزوج كان غلط جاب لي تاع 4 لتر، جاني شوية صغير، نتوما ماذا بيكم جيبوا على حساب تاعها تاع سيلات ولا ديلات. سينو كاين تاع السيليكون، المرة الأولى تاني الزوج كان من راح شريها لي تاني، قال عطيني تاع 4 لتر، تاني جابها لي تاع السيليكون شباب. شاول الشيرات ما يرفدليش كونتيتي كبيره، سي بوغ سا مانيش نطيب فيه. دونك راه كاين لي مول تاعها تبغوا بابي كويسون كيما هكا سبيسيال، سينو تشري مول تاع سيليكون، ولا تقطعي بابي كويسون عادي. ولا ماذا بيك قطعيه غير على حساب ما طيبي، باسكو لو كانت زيدي ومن بعد بين هذاك الهواء قادره تشعل لك فيها النار. دو بريفيرونس تشو لها لي مول سبيسيال تاعها راهم ينبيعوا ماشي غاليين، كل واحد كيبيع، كاين تاع 45 55 وتاني على حساب الكبر والصغر تاعها. الأخوات اللي غادي يقولي اسكو ندمتي اللي شريتيها ولا ماكش ندمه، مانيش ندمه خواتاتي، دراهمها حلال فيها، كنت متمنيتها صافي دي زاني، مي كيما قلت لكم كانت غاليه وكاع، من بعد كي ولات كاينه هاد لا مارك تاع ميلتي سمارت يعني والسعر تاعها غيزونابل، دونك شريتها والحمد لله. راهي دراعي اليمين منقص عليا، ما دركا مام بنتي راهي طيب فيها، يعني ما نخافش عليها باسكو ما فيهاش الزيت اللي يطير عليها، ما فيهاش النار اللي تشعل وتخافي عليها، وتاني ماشي حاميه اللي تخافي منها. تما غير شويه حمى تقدي تجبديها وتدخليها عادي، ماشي كيما الكوشه ولا كيما المقله فيها نار فيها سخانه. بالنسبة للاستعمال تاعها، أول مرة بنشروها غسلوها عادي بالرغوة وكاع، من بعد كينا نشفوها بطورشونات تنشف وحدها، ونديرو فيها طرف تاع خبز وشعلوا عليها وخلوها كي شغل هداك الخبز كلي يحمى ويقلع لكم كاع هذيك الريحة تاع جديد. من بعد كنا تقدو طيبوا فيها عادي. حاجة واحدة أخرى، ما تحكوهاش بلافيك تاع السلك ولا خشينة باش ما تخرطوهاش، باش ما تقعولهاش ديك الطبقة تاعها، باسكو الا فات فيكم قلعتوها من بعد غادي تولي تتصدى لكم وتولي طيب لكم وتلصق. دونك هذه حاجة تاني اي استحفظوا وحده عليها. كافيه وراهي باغي تشريها نقول لك اختي فازي وشريها، باسكو فريمون غادي تعاونك، تنقص عليك الوقاف تاع الحاجه الشابه، تريقليها وتخليها وتروحي وتجي تلقيها خدمتها. تقدروا ديروا فيها بزاف حاجه، انا كنت شاركت معكم هنا غير حاجه خفاف، خرجوا تحمصوا فيها لا شاب اللي ثاني تجي بسم الله ما شاء الله فيها. دونك اللي راهي متردة نقول لك فازي وشريها، ما غاديش تندمي عليها، باسكو غادي فريمون تعاونك وتسهل عليك بزاف حاجات، وغادي اش غادي نقول لك، غادي تستفادي منها وتنقص عليك الوقاف، تنقص عليك التعب، وصراحة الطياب تاعها بزاف بنين، دونك ما غاديش تندمي عليها. هذه عن تجربة تاع قريب عامين. سينو اللي عندها الميكرووند والكوشه وتبغي القليان تاع المقله، نقول لك غير سي با لا بين تشريها، باسكو ما غاديش تستفادي منها. سلام.